السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. مع دخول فصل الشتاء كده والجو البرد كلنا بنحتاج حاجة كده تدفي البيت وتدي لولادنا طاقة، وخصوصا في وقت الدراسة. ومفيش أحلى من الحجازية الاسكندراني الأصيلة بحشوتها المميزة اللي بتدوب في البق وتخلي ريحة البيت كلها دفى ولمة حلوة. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وخطوات بسيطة هتخليها أنجح وصفة ممكن تنفذيها. هتكون دايبة ومرملة وطعمها مميز جدا. لو أول مرة تعمليها هتعمليها بمنتهى الاحترافية. يلا بينا نشوف الطريقة على طول، بس ياريت مننساش اللايك ونشير الفيديو لكل حبايبنا. أول حاجة هنسمي بسم الله وهنحضر طبق عميق هننزل فيه بنص كوباية من المية الدافية، وكمان عليهم معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية 10 جرام، وكمان عندنا هنا 3 معالق من السكر، سكر حبيبات، ولو هنوزنهم بالميزان هيكونوا حوالي 50 جرام. هنبتدي ان احنا نقلب الخميرة مع السكر لحد كده ما يدوبوا تماما ونتأكد ان الخميرة بتاعتنا نشطة. هنعرف ان هي نشطة من خلال وجود الفقاعات اللي انت شايفاها معايا دي على وش المية. وبعد كده هنركنها على جنب، وهنحضر بقى طبق عميق شوية وننزل فيه بكوبايتين من السميد، يعني حجمهم كده أو وزنهم بالميزان هيكونوا 350 جرام. وكمان عليهم كده كوبايتين من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، وهيكون ميزانهم 270 جرام. وكمان ما ننساش رشة من الملح، ورشة كمان من الفانيليا او 2 باكت من الفانيليا عشان يدوا ريحة حلوة كده للحجازية بتاعتنا. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها لحد ما ندمج كده الدقيق العادي مع دقيق السميد. ودقيق السميد اللي استخدمته كان دقيق وسط، يعني لا هو خشن قوي ولا ناعم قوي، عشان لو خشن هيكون المسام بتاعة الحجازية أو السطح بتاعها كده محبب معاكي، ولو ناعم هتكون يعني أشبه إن هي تكون معجنة شوية. خلطناهم بالشكل ده بقى، وهنبتدي نحضر. هنا عندي كوباية من السمنة ما يعادل 200 جرام. أنا هنا استخدمت سمنة وكمان استخدمت زيت. المادة الدهنية ممكن تلعبي فيها زي ما انت حابة. استخدمت نص الكمية أو نص المقدار سمنة والنص التاني زيت، يعني حوالي 100 جرام من السمنة والباقي زيت. وده عشان يدينا القرمشة والذوبان في نفس الوقت. الزيت هيدينا قرمشة ونعومة، وكمان السمنة هتدينا الذوبان المطلوب للحجازية. هبتدي كده بالسباتولا احاول ادمج كده المادة الدهنية او السمنة والزيت مع الدقيق، ولكن هنستبعد بقى السباتولا ونبتدي ان احنا نبث الدقيق العادي ودقيق السيمولينا وكل المكونات الجافة مع السمنة والزيت. ودي اهم نقطة، مهم جدا جدا انك تشربي الدقيق بالمواد الدهنية. عايزة اقولك لو حابة ان انت تعملي المقدار كله سمنة او المقدار كله زيت ينفع وهيبقى زي الفل، بس لو هتستخدمي المقدار كله زيت مهم جدا ان يكون زيت ريحته حلوة عشان ما يأثرش طبعا على ريحة وطعم الحجازية. بعد كده بعد ما بسينا كده الدقيق بتاعنا وشربناه بالسمنة هننزل عليه بالكمية بتاعة خليط الخميرة. وكمان هنحضر معانا نص كوباية من المية الدافية، والمية هنا دافية مش مية سخنة، سواء اللي احنا استخدمناها للخميرة او اللي احنا هنكمل بيها عجن. في البداية كده بعد إضافة خليط الخميرة هتلاحظي كده إن قوام الدقيق أو العجينة هتكون طرية بزيادة، ولكن عايزة أقولك ما تقلقيش ابدا، لان دقيق السيمولينا في البداية ما بيشربش المية، ولكن بعد كده ما تدمجيه بايديكي او باطراف الاصابع بالشكل ده هتلاقي كده ان هو محتاج شوية كمان من المية. فعشان كده حضرنا نص كوباية من المية، ولكن طبعا مش هننزل بيها مرة واحدة، احنا هننزل بيها كده بالتدريج على حسب بقى الدقيق بتاعنا ما يشرب السوائل الكافية للعجينة. طبعا دقيق السيمولينا والدقيق العادي بيختلف الانواع بتاعته من حيث شربهم لكمية السوائل. في دقيق بيشرب كمية سوائل كتير وفي دقيق لا. عايزة اقولك كمان احنا مش بنعجن مجرد بس ان احنا بنشرب كده الدقيق لكمية المية. الكمية اللي احنا هنستخدمها هنا هتكون حوالي كده بإجمالي المية بتاعة الخميرة أو خليط الخميرة هتكون حوالي كده كوباية ناقصة عقلة صباع، أو حوالي 180
جرام من المية. طبعا المية بتختلف زي ما قلنا على حسب الدقيق. مجرد بس ان يوصل معانا القوام بتاعه ان يدينا عجينة طرية ومش بتشقق عشان نقدر ان احنا نفردها بمنتهى السهولة. ممكن تستبدلي نص كوباية المية دي بالحليب او اللبن الدافي، ولكن احنا حابين نعملها النهاردة بشكل اقتصادي وعلى الطريقة كده اللي بتتعمل بيها الحجازية في الأفران. عجناها واختبرنا العجينة كده. هغطيها بكيس من أكياس المطبخ أو كيس من أكياس التلاجة، وهغطيها كمان بفوطة مطبخ ونسيبها تختمر. وبعد كده هنا بقية المية اللي احنا كنا مستخدمينها في العجن، حوالي كده معلقة كبيرة، هضيف عليها كده شوية من ماء الورد لو حابة. بصراحة بيبقى حلو جدا جدا وبيليق مع دقيق السميد. في الأفران مش بيستخدموا ماء الورد، ولكن أنا حبيت إن هي يعني طعمها يكون مميز أكتر وأكتر. بعد كده هنركنهم على جنب ونحضر الحشوة بتاعتنا، اللي هي عبارة عن كوباية ونص من دقيق السميد، وكوباية من السكر، ومعلقة كبيرة كده من القرفة الناعمة، ومعلقتين من الكاكاو، ومعلقة كمان من جوز الهند، ومعلقتين من السمنة. طبعا إضافة الجوز الهند دي حاجة اختياري أنا اللي ضيفاها كده عشان تعزز كده من طعم الحشوة بتاعتنا، زائد كمان ماء الورد زي ما قلتلك. لو حابة تضيفيه ضيفيه، ولو مش متوفر عندك تقدري تستغني عنه تماما. وهنا بقى عندي كانت ربع كوباية من المية. ابتديت أول مية يعني على ماء الورد زي ما أنا وريتك كده، وابتديت ان انا الم بيها كده الحشوة لحد ما تبقى عندي زي حبات الرمل المندية او ازيد حاجة بسيطة. وده هيساعدني كده ان الحشوة تكون ثابتة معانا ومش مفرولة ولا تقع من قلب الحجازية. بعد كده بعد ما العجينة اختمرت معانا طبعا سيبناها حوالي نص ساعة، لان الجو مش برد قوي، يعني لسه فيه سنة حرارة كده. قسمت العجينة لنصين بس مش قد بعض، نص كده هيكون اكبر شوية من النص التاني، والنص الصغير ابتديت ان انا اخده كده على الصينية بتاعتي وفي قلبها ورقة من اوراق الزبدة. لو مش متوفر عندك ورق من اوراق الزبدة تقدري تستبدليه بكيس من اكياس التلاجة، تفتحيه كده وتضيفيه في قلب الصينية وتبتدي تفردي بقى كده الطبقة اللي هتكون على وش الحشوة، او هتبقى الطبقة اللي هي اللي من فوق. وهبتدي بقى ان انا افرده كده بايديا، وبعد كده هضيف عليه ورقة من اوراق الزبدة. انا هنا واخدة المقاس بتاع الصينية، والصينية بتاعتي هنا مقاسها 30 في 30. ممكن تستخدمي صينية مدورة مقاس 28 او حتى مقاس 30، هتكون مظبوطة للكمية اللي احنا عاملينها النهاردة. وبعد كده بنفرد العجينة. ومهمة الورق الزبدة او الكيس بتاع المطبخ ان هو كده هيخلي الطبقة بتاعة الحجازية بتاعتنا او العجينة تكون ملساء كده، وتبقى تقدري ان انتي تشكليها بمنتهى السهولة وما تتقطعش منك. خلاص شكلتها كده وفردتها واتأكدت ان كلها قد بعضها، وحركنها على جنب بقى. والخطوة دي بتسهل عليا ان انا بقى افرد العجينة ومتتقطعش مني بقدر المستطاع. بعد كده خدت الجزء اللي هو الأكبر. احنا طبعا كنا قسمنا العجينة لجزئين، جزء أكبر سنة من الجزء التاني. الجزء الكبير هفرده كده بالشكل ده بإيديا في الصينية بمنتهى السهولة، مش هحتاج بقى الورق زبدة ولا حاجة. هفرده كده بإيديا، وكمان همشي عليه كده النشابة أو المردنة، بحيث بس ان ايه اتأكد ان السطح يكون أملس شوية. ولو مش حابة تستخدمي المردنة أو النشابة مفيش أي مشكلة. مجرد بس زي ما قلتلك ان احنا بنساوي سطح العجينة بتاعتنا، ونتأكد ان هي كلها حتة واحدة كده ومفيش حتة او جزء فيها يعني عالي وجزء واطي، او يعني جزء سميك وجزء رفيع. وبعد كده طبعا عملنا حواف كده للعجينة بتاعتنا عشان تبقى كده الحشوة ما تخرجش ولا تتحروق اثناء او تكرمل، طبعا لان فيها سكر اثناء التسوية. وابتديت بقى ان انا اضيف الحشوة في قلب الحجازية بتاعتنا او الطبقة الاولى من العجينة، وفردتها بالشكل ده كده زي ما انتي شايفة. وبعد كده وبمنتهى السهولة هنبتدي بقى ان احنا نضيف الطبقة التانية من الحجازية بالطريقة اللي انتي شايفاها دي. الطريقة دي سهلة وبسيطة، ولو في اي زيادات كده من العجينة يبقى هتشيليها كده بسكرابر او بسكينة، وهتضيفيها كده في الاماكن اللي هي محتاجة لقطع من العجينة.
وبعد كده بإيدينا هنبتدي إن إحنا نساوي السطح بتاع الحجازية عشان يكون أملس كده، وزي ما قُلت لِك هتساوي لو في أي أجزاء محتاجة إن أنتِ تشيلي منها وتساويها في جزء تاني من العجينة، وكمان هاستخدم نفس ورقة الزبدة اللي استخدمتها قبل كده عشان أساوي السطح ويكون كله مقاس واحد أو سمك واحد بمعنى أصح، وكمان يكون السطح بتاع الحجازية بتاعتي أملس. يعني مهم جدا جدا في الخطوة دي إنك تستخدمي كده ورق زبدة أو حتى كيس تلاجة عشان تساوي السطح بالشكل ده. واستخدمت الشوكة كده عشان أعمل شكل كده يعني عشوائي، ممكن تسيبيها سادة لو حابة. وبعد كده ابتديت إن أنا أقطعها على شكل كده يعني سمبوكسات، ممكن تقطعيها بشكل مربعات أو مستطيلات، يعني زي ما انت حابة. قطعتها الأول بالورب كده أو بزاوية، وبعد كده هبتدي إن أنا أقطعها بشكل مستطيل عشان تديني بقى الشكل اللي هو متعارف عليه للحجازية بتاعة الأفران. زي ما قلتلك تقدري تقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه. وخلاص كانت جاهزة معانا، وفي الوقت ده كده بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة متوسطة مايلة على الهادي، وبدخلها بقى الفرن كده بشغل من تحت بس، وبتقعد معايا كده حوالي 30 دقيقة أو نص ساعة، يعني على حسب طبعا قوة الفرن بتاعك. وطبعًا أول ما بتاخد لون كده من الجوانب أو الجوانب بتبتدي تفصل حاجة بسيطة، بابتدي إن أنا أشغّل لها الشواية تاخد اللون المطلوب الدهبي الجميل اللي أنتِ شايفاه ده. وبعد كده أول ما بتخرج بابتدي إن أنا أعيد عليها تاني تقطيع، عشان طبعًا لمّا آجي أخرّجها تخرج معايا بمنتهى السهولة وما تفرولش كده أو تتكسر مننا. وما شاء الله اللهم بارك بتخرج معانا زي العسل. عايزة اقولك لو حابة تدهني الوش شوية من السمنة او حتى كده بسيرب تقيل تقدري تعمليها، وكنا عملناها قبل كده في بث مباشر، لو حابة ترجعي لها كانت مميزة جدا جدا. والأهم من كده إن ريحتها وهي بتستوي هتقلب البيت حرفيا، دايبة ومرملة ومليانة طعم يفتح النفس. أتمنى إن انتوا تجربوها وتدفوا بيها البيت في جو الشتا اللي احنا داخلين عليه، وكمان عشان تدي لأولادنا طاقة وهم كده بيذاكروا أو حتى وهم رايحين المدرسة في لانش بوكس المدرسة. يعني ممكن تكون بديل صحي جدا جدا لسندوتشات المدارس. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة الحجزية الاسكندراني اللي دايبة ومرملة، وبجد بجد تفتح النفس. اعملوها وما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو أول مرة تشوفوا القناة أتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل حبايبكم عشان الكل يستفاد. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.